السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين. وهذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله هكا غادي نشارك معكم واحد الحلوه مكونات جد بساط واللي كتذوب في الفم. متاكده غادي تعجبكم الا جربتوها. وإلا عجبكم الفيديو نتمنى انكم هكا تشجعوني وتشتركوا في القناه وما تنساوش تفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وبلا ما نقطع عليكم الهضره، حنا غادي نمروا مباشره نشوفوا المقادير اللي عندنا. عندي ربعة ديال الزبده او 250 غرام، عندي 6 ديال الفرماجات، عندي هكا كاس معامر ديال السكر كلاصي، عندي ساشي ديال الفاني، عندي 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الحلوه، وهنايا عندي الفرينه على حسب واحد 600 غرام. غادي نشوفوا شحال تدخلنا في العجينه. هنا عندنا هاد الفرماج مع الزبده غادي نخدموه مع السكر، غادي نضيفوا له سكر فاني ونخلطوهم. صافي هنا ملي خلطنا داك الفرماج مع الزبده، هنا غادي نضيفوا نصف الكميه اللي عندنا ديال الطحين، غادي نضيف لها الخميره ديال الحلوه، هنا العجينه على الباقيات اللي جاريه غادي نضيف شويه ديال الفرينه. العجينه ديالنا هكا كتكون واجده. انا بالنسبه ليا دخلت لي هنايا الفرينه 460 غرام اللي دخلت لي ديال الفرينه. هنا غادي نقسموا هاد العجينه على 3 باش نحضروا بها ان شاء الله 3 ديال الشكيلات. شكيلات اللي هكا ساهلين، ما نحتاجوا فيهم لا طابع لا حتى حاجه، وكيكون الشكل ديالهم زوين ومذاقها رائعه وكتذوب في الفم. غادي ناخذوا هذا الشكل الاول، غادي نقسموه هكا على 3 باش يجينا سهل في الخدمه. هكا كنحربلوه، وهنايا غادي نبقاو هكا نبسطو فيه باش نعطيوه بحال الشكل ديال المستطيل. نحاولوا اننا نقادو له هذاك الشيء باش يجينا نيشان مقاد في الجوانب. هنا غادي نبقاو نقطعوه على شكل مثلثات. غادي نعاودو نفس الشيء بالنسبه لهادوك 2 قطعات اللي بقاو لنا، حتى هما هكا نحربلوهم نقرصوهم واحد شويه باش نعطيهم الشكل مستطيل ونقطعوهم على شكل مثلث. هنا غادي نمروا باش نحضروا القطعه الثانيه. هنا عندي هكا لي فيرميسيل ديال الشوكولا اللي هكا على حسب 1 معلقة ونص كبار ديال لي فيرميسيل. حتى هاد القطعه حتى هي هكا غادي نحربلوها نعطيوها شكل بحال الباكيت. ملي نضيفوا لها هذوك لي فيرميسيل ما نخدموهاش بزاف باش ما تذوبلناش. وصافي هنا هكا نبقاو نقطعوها نعطيوها تقريبا نفس الشكل. صافي كنبقاو ناخذوهم ونحاولوا اننا نقادو لهم الشكل ونحطوهم في البلاطو ديالنا. بالنسبه للنوع الثالث حتى هو هكا غادي حتى هو نحربلوه، ما غاديش نعطيو له نفس الشكل ديال الاشكال اللي سبق لنا، ولكن غير غادي نحربلوه هكا
باش يجينا هذاك الشيء مقاد بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الميزان، باش نبقاو عاد يعني هكا نعبروا. وبنفس الطريقه غادي ناخذ واحد القطعه وهي اللي غادي ناخذ عليها القياس. هنا من بعد ما حربلنا واحد القطعه، هنا غادي ناخذوها باش نديو عليها هي العبار. ناخذ واحد البوشون ديال القراعي ديال الماء وهكا ونشوفوا واش غادي تجينا في الدوره هذيكيه. الا جاتنا هذيكيه غادي ناخذوا هذه القطعه هي اللي غادي نبقاو نعبروا عليها القطع الاخرين. صافي هنا هكا غادي نبقاو نلويوها على هاد المغلقه. الا شفنا نكملناهم نحطوها في الصينيه وغادي نواصلوا بهذا الشكل مع الباقي هذيك العجينه اللي عندنا. بالنسبه لهادو هكا من بعد درتهم في الصينيه وركت عليهم هكا باش نعطيهم هذا الشكل. هذا عجبني هذا الشكل احسن من ما يجيو يعني غير سامبل. صافي هنا غادي ندخلوا هاد الكاطو ديالنا للفران مسخن على 180 درجه لواحد المده ديال 13 دقيقه. بالنسبه للنوع ديال الفيرميسيل اللي فيهم الشوكولا، هنايا عندي الشوكولات على حسب واحد 150 غرام، وعندي الزبده عفوا الزيت واحد معلقه ديال الزيت، وهنايا عندي هكا قوقاو اللي محمر ومطحون اللي غادي نصفيو به هاد يعني المرصيات اللي يكونوا هكا كبار اللي غادي نديرو به هكا على حساب 2 معالق. صافي هكا غادي نبقاو نغطسوهم في الشكلاط ونوضعوهم. بالنسبه لهذا النوع غادي نزينو بالشوكولاط الابيض، حتى هو وضعت هكا على حساب واحد 150 غرام ديال الشوكولاط الابيض، ذوبتها مع واحد المعلقه كبيره ديال الزيت. غادي نضيف لها معلقه كبيره ديال اللوز اللي مهرمش ومحمر حتى هو. غادي نضيف المعلقه الثانيه. صافي غادي نبقاو نغطسوهم حتى هما. بالنسبه لهذا النوع المثلث، هنايا عندي الكونفيتور ديال الفريز مع ما زهر، وهنايا عندي هكا نوت كوكو اللي حمرته كان بقالي وقلت غادي نستعملو. يمكن لكم تستعملوا غير نوت كوكو. هنا هكا غادي نبقاو نغطسو هاد الحلوه ديالنا في الكونفيتور من بعد نفوتوها نوت كوكو.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا، كيكون بهذا الشكل. صراحة واحد الحلوى اللي هي بسيطة وهكا سريعة، ولكن المذاق ديالها روعة، كتذوب في الفم. وبالنسبة للتحضير يعني ما غاديش تاخذ لكم حتى ساعة في ما بين التحضير والتزيين، حاجة اللي هي بسيطة ولكن يعني حاجة اللي مزيانة. اما بالنسبه للتزيين يعني هذا ديال الشوكولا درت له هكا هذاك الملون الذهبي مع الاوراق الذهبيه، وهذا الابيض زينته هكا بالورود فقط، يعني حاجه اللي هي بسيطه. ونتمنى ان هذا الكاطو هذا يكون عجبكم وغادي تجربوه، لانه فعلا حاجه تستحق تجربه، واقتصادي وسهل. ونتمنى انني نكون نقدم لكم هكا وصفات اللي عجبوكم، وانتم ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي بارطاج، وهكا تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم. وانا غادي نخليكم في امان الله وحفظه، ونضرب لكم موعد في وصفات وفيديوهات وحدين اخرين باذن الله. الى اللقاء.